تخيلوا انكم قاعدين انتوا واولادكم على اليوتيوب وبتتفرجوا على برنامج وتلاقوا كل الحوار اللي داير على المثليه الجنسيه. في الوقت اللي احنا فيه ده، في القرن ال21، في العصر اللي بينتشر فيه الاخبار والثقافات بين الدول في دوسة زر واحده، وبيتزرع في عقول الجيل ده افكار وثقافات بتسوف العقيده. ايا كان عقيدتك، يهوديه او مسيحيه او مسلمه، اي كتاب او رسول بعث من عند الله اكيد بيدعو العقيده وفطره سليمه. بس قبل ما اقول لك ابنائنا ازاي هيحبوا المثليه الجنسيه، وهيجي اليوم اللي هنناقشهم فيه عن اختيارهم لشريك حياتهم ان كان ولد ولا بنت. والكلام ده انا عارف انه بعيد انك تصدقه في الوقت الحالي، بس صدقني بنفس وتيره العرض دي، ولو ما خدناش بالنا هنوصل ان احنا هنناقش ابنائنا في يوم من الايام عن ده. بس هتفق معاكم اتفاق قبل ما نبدا ان هنسمي المثليين القزحيين علشان اليوتيوب ما يزعلش مننا. اما بقى ما عليا ان انا اوضح لكم النظريه وانتوا ليكم الحكم. ازاي ابنائنا هيحبوا القزحيين؟ بعد عرض القزحيين في بعض الوسائل الاعلاميه اللي بتبينهم بطريقه بطوليه وتعاطفهم مع ميولهم الجنسي وعلى وتيره انتوا مالكم وكل واحد حر في جسمه، قدر الاعلام انه يكسب استعطاف معظم المشاهدين اللي عندهم رفض ودينهم بيحرم عليهم الزواج المثلي. ومش بس كده، ده خلوا اغلبنا كمان مؤيد ليهم ويقولوا يا حرام، ليه المجتمع الوحش يعمل فيهم بس كده؟ ليه يعملهم بالطريقه دي؟ لما تكون قاعد مع اولادك وبناتك وبرنامج بيظهر بنتين عشقوا بعض من الوطن العربي وظهرهم بالطريقه دي. سارة اهلا وسهلا، وايضا موزة. المتابعين هلا اللي كانوا عم يحضروا التقرير شافوكم كيف عم تحضروا نفسكم، شو كان عم بيجول ببالك يا سارة؟ حسيت صراحة اني مبسوطة، يعني اني انا قدرت انه وكمان افتكرت اشياء كثير عديناها انا ومودة مرة كثير، يعني ما اقدر اوصف لك قديش احنا مرينا بصعوبات عشان نكون يعني مع بعض. مودة شو الصعوبات اللي مرقتوا فيها؟ كانت اول شيء انه احنا ما نقدر نتلاقى، كان عندنا صعوبات نفسية بسبب اجبارنا انه احنا ما نكون على طبيعتنا، مو بس المثلية الجنسية، حتى على الدين، على الافكار مع بعض أو نعبر عن بعض. يعني بتعيشوا مع بعض، بتعيشوا حبكم، انتوا مثليتين عايشين مع بعض، وشفنا في التقرير. كان أصعب شيء لإلكم لما كنتوا في السعودية سارة؟ أصعب شيء إنه ما إحنا قادرين نكون سوا، يعني إحنا ما إحنا مختلفين عن أي شخصين يحبوا بعض، يعني مو عشان إحنا بنتين يعني إحنا خلاص شيء العلاقة بيننا أو إن إحنا نستقل بحياتنا سوا كان شيء مستحيل يصير، مستحيل. يعني يا إنه إحنا نطلع برا السعودية عشان نكون سوا، يا إن نحن حنكون في هذا الحال نتقابل بالدس يعني من دون ما أحد يدري، وعلاقتنا تفضل بالسر إلى أجل غير مسمى. يعني دلوقتي بعد الدروباجندا اللي حصلت من يساريين عندهم فلوس، قدروا ان هم يخرجوا المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية. بقى خلاص اعتراضهم على نبذ المجتمع ليهم بقى علني، وان وصف الدين ليهم بالاسم اللي احنا عارفينه تسمى تخلف ورجعية. كان في الأول لو حد اتكلم عن الشذوذ قصدي القزحيين كان بيتكسف على دمه، وكانت الناس بتبص له بنظره عيب عليه، ده لو ما اتشتمش اصلا. الله يخرب بيتك يا اسماعيل، ده موت الواد. تعالوا بقى نشوف البنتين اللي نضلوا من اجل القزحيه وسابوا دينهم ووطنهم وضحوا بالاهل من اجل حريه القزحيين. شو الثمن يلي الواحد بيدفعه من اجل ان يعيش ويكون كما يريد هو أو هي أن تكون سارة؟ الثمن يعني أنك تكون متغرب في بلد ما هي بلدك، تحس أنك أنت غريب يعني، ولازم تبدأ من الصفر، تبدأ تتعلم اللغة، تبدأ تتعود على الناس، على المجتمع، على يعني صعب هو في البداية. يعني حتى جاتنا فترة اكتئاب يعني لما جينا هنا، يعني أنا ما توقعت، قلت أنا حروح ألمانيا حكون سعيدة طول الوقت، بس يعني طلع شيء مختلف، إنه يعني بعيد عن أهلك وبعيد عن مجتمعك يعني والناس اللي حوالينك، يعني بلدك، شيء صعب. وشو المقابل يلي ريحك؟ اللي ريحني إني مع مودة أكيد إني يعني أخيراً قدرت إني أكون معاها ونحن نستقل سوا ونعيش سوا زي ما إحنا كنا نحلم ونتمنى، يعني هذا الشيء بفارغ الصبر إنه يصير يعني، وكان بالنسبة لنا مستحيل. قد إيه بقيت قصة حبكم بالسعودية؟
3 سنين كنا في السعودية. 3 سنين، وهلا هون لكم 2 يعني 5 سنين تقريبا. الأسبوع الجاي حنكمل من 3 أكتوبر يوم اتحاد ألمانيا. وأنتوا اليوم يعني مودة لإلك كل شيء، وسارة أنت كمان هي كل شيء لإلك. فلتحيا القزحية حرة مستقلة. الآن في أوروبا عملوا احتفال قومي زي احتفال 6 أكتوبر، واللي ما ييتش أو يعترض يلبس يا معلم. ما تفهمنيش غلط، ده يلبس البدلة الزرقاء من 3 شهور ل3 سنين على اللي يعترض. إيه ده، في احتفال معمول أهو. شوارع العاصمة الفرنسية باريس رفعت ألوان قزح في احتفالات الفخر. المئات من المثليين ومناصريهم نزلوا إلى الشوارع. المثليون والمزدوجو الجنسي والمتحولون جنسيا تحدوا درجات الحرارة المرتفعة. الجو حار بعض الشيء، لكن لا بأس في ذلك، نحن هنا لنحتفل. طب انا راضي ذمتك بعد ما اطفالنا بتتفرج في كل الكرتون اللي بيحبوه عن تثبيت فكره القزحيه في عقولهم، ويوم بيحتفلوا فيه القزحيين واللي بيعترض هو اللي بيتنبذ من المجتمع، اطفالنا هتطلع ازاي؟ طفلك قاعد في امان الله. الام الطيبه امنت قناه كرتون على ابنها، والمفروض اللي هي فاهمه ان هي قناه كرتون متصنفه من سن ال3 سنين، ودخلت عشان تطبخ وتحضر الغدا لجوزها وهي مطمنه على ابنها قصاد القناه اللي هي امنت عليها. اول ما بعدت الام عن الشاشه راحت القناه دي مسكت مخ الواد وقعدت تقول له كده: This is my grandma. This is my Savta. Savta is grandma in Hebrew. My dad is a trans man. It's not that big of a deal. And that was kind of the end of the conversation. From that point on, it was just Oliver. Papa. And what's that? طب دي قناه نقدر نأمن ليها على اطفالنا؟ قناه كرتون نتورك بالعربيه اعلنت في سنه من السنين انها بتساند المثليه الجنسيه، ومش هي بس، ده انا هدمر طفوله جيل التسعينات. الموضوع ده مش من سنه ولا سنتين، ده الموضوع ده بينتشر ويتوغل من سنين. توغل بره بيتي يا كلب، احنا ناس محافظه على العقيده والقيم بتاعتنا. انا فلات يا باشا، انا مع المثليه قلبا وقالبا. ايه ده، سبونج بوب شغال؟ انا هقعد اتفرج عليه، ده ليه ذكريات جميله قوي معايا. SpongeBob and I are in the middle of a practice date. So, do you hang out here often? Well, this is my home, silly. Excuse! Does this mean there won't be a second date? مفيش حد من جيل التسعينات لحد النهارده ما بيحبش كرتون سبونج بوب، لان هم دايما قاصدين في كل الافلام ومسلسلات الكرتون انهم يخلوك تحب البطل، وفي الاخر يظهر لك من خلاله فكره هو عايزك تقتنع بيها. بعد ما حببك في سبونج بوب وحفر في عقلك الشخصيه الاسفنجيه اللي بتعيش في المحيط والظريفه دي، ابتدى انه يدسلك السم في العسل، وابتدى انه يبين لك سبونج بوب وميوله الجنسي من ناحيه شفيق. في حلقات كتيره في الفتره اللي فاتت دي كان حب سبونج بوب لشفيق كان ملفت للنظر، وكان لازق فيه دايما وحابب ان هو يعمل معاه علاقه باي طريقه، زي المشهد ده بيلبس سبونج بوب لبس بنت وبيعملوا عشاء رومانسي. Mr. Spot, aren't you going to compliment my outfit? You look stunning. You're so sweet. Roasted cow. وبيحاول في المشهد ده سبونج انه يغري شفيق انه يعمل معاه علاقه، وشفيق معترض. وبعد كده في نفس المشهد بعد العشاء الرومانسي I think she's giving me the cutesy eye. SpongeBob and I are in the middle of a practice date. So, do you hang out here often? Well, this is my home, silly. Excuse! بيظهر سبونج بوب وشفيق في مكان وهم بيلبسوا هدومهم، وبيزعق شفيق لسبونج وبيقول له بعد ممارسه هذه العلاقه مش هيحصل تاني ده ما بيننا ابدا. There won't be a second date. اكيد الفنان حماده هلال ندم دلوقتي وبيعني على عيالك لسبونج بوب تاني. المشهد اللي جاي ده بقى اشد خطوره وبشكل واضح بيوصل للطفل العربي فكره القزحيين. يا ريت لو في اطفال او حد بيشمئز من الاشكال ديت يجري المقطع دوت ويكمل الفيديو عادي. على كل أريدك فقط أن تعرف إذا وقعت في مشكلة تعال إلي، سأتولى رعايتك أنا وأنت شقيقان بل أكثر. سبونج بوب أنا لا أريد المساعدة. طب مشهد زي ده وغيره من مشاهد كتير ايه مقصوده ان يتفرج عليه طفل عنده 5 سنين؟ اكيد مقصود بيه نشر فكر متطرف وزرع افكار لجيل قادم ما يعترضش على الحاجات دي. ولسه هنبين ليه نشر افكار زي ديت وبالذات للاطفال، وايه سبب الدروباجندا اللي عاملينها اثرياء العالم علشان تزيد ثرواتهم اكتر، وليه كمان انهم مستهدفين الاطفال اكتر من الكبار. في مؤامرات هي اكبر مما تتخيل يا صديقي، وكلها من اجل المال. بيدمروا الكره الارضيه وبيغيروا من طبيعتها علشان يزيدوا ثراء. مين هم دول؟ ده اللي
اللي هبينه في حلقات جايه كتير، علشان لو قلت دلوقتي مش هلاقي حلقات اعملها. ودوس لايك علشان كل اهلنا في الوطن العربي يستفاد من الفيديو ده ويحذر من الحرب البارده اللي قايمه على الوطن العربي. ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك الجديد. ودمتم الى ان نلقاكم وسلام. خارج على السيطرة. بعد عرض القزحيين، الكلام انا حافظه، بعد عرض القزحيين في بعض الوسائل الاعلاميه. طب ما انت بتقول كويس اهو. عدادي قفلته والدنيا مشبره، بصوب واصيب صح والدنيا مكبره، بصدق احساسي وببلوك شوشره، فكرتي جوهره، المنجم بيطلع افكار